تصور معاه حديث. قلت لهم عايز بص يوقع عليها الكشف عمليه جراحيه والسالفه الشبكه. قالوا لي قدم السالفه. قدم لي شبكه. قدم الشبكه فين؟ وكل القناه مدينه الانتاج الاعلامي ده. ولما نزل باب الشعريه بس حد من الرجاله اهو مش اديله تليفونك. الأمانة العامة عندنا صنف وسخ كلهم بزعامة ثروة لك يا دي اللي بيقولوه. خد بالك أنا عنده في المكتب لكن بقول لك أهو بيقول ايه؟ كل حاجة وسخة. بيقولوا على بوسان إيد صفت، قلت لهم كان أستاذه وكلكم بوست إيده. طب ايه رايك بقى؟ اخس عليه. لا يا دكتور لا 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 قلت لهم كلكم بوست إيده. وأول ما مشي جه الملك يحيى الملك اتخانقت معاهم امبارح قالوا لي هو عامل لي ايه؟ قلت لهم راجل ما عندوش مصلحه. عايز الضرب بالنار. ممكن حضرتك ثواني الخول هو واللي في مكتبه كل والله ما اعرف اساميهم من زمايلي والله كلهم شله وسخه جايبهم ما اعرفش منين وهجيب لك اساميهم واحد واحد بمشيئه الله ان شاء الله. بعد اذن حضرتك ممكن تقول لي كلمه بس، حضرتك جاي هنا ليه عشان اعملها في جايين علشان مصر وبس. اشمعنى؟ علشان خاطر نحافظ على بلدنا وعلى هذا الوطن، لان هذا الوطن له درع وسيف وهي القوات المسلحه، فلا بد ان نحافظ على هذا الدرع وهذا السيف. له قوات شرطه تحفظ الامن وتقف ضد الفوضى الخلاقه، فلا بد ان نحافظ عليها. له رجال قضاء يحملون العدل الى الشعب، فلا بد ان نحافظ عليهم. هذه هي مسؤوليه الشعب قبل ان تكون مسؤوليه احد. بالنسبه للتحرير اللي في التحرير يمثلوا 5% ممثلين عن 5%. استطاعت اجهزه المخابرات الاجنبيه ان تلعب في عقولهم، واحنا بنقول ان هم ابناء مصر وواجب علينا ومسؤوليه علينا ان احنا نصحح المفاهيم الخاطئه اللي عندهم من اجل مصر. هي ايه المفاهيم الخاطئه اللي عندهم؟ ان هم لا يريدوا ان تكون الحياه وفقا للقانون ووفقا للشرعيه من خلال الانتخابات ومن خلال ان يكون هناك برلمان وتكون هناك دوله مؤسسات. طب حضرتك لما بيكون في هنا مظاهره وهنا ده مش تقسيم؟ ما بيعملش فتنه؟ هو انت عايزه تساوي 5% ب 95%؟ يبقى احنا بنهزر بقى. لما نساوي 5% ب 95% يبقى احنا بنروج للماسونيه العالميه. بس ماسونيه ازاي حضرتك؟ ماسونيه ازاي؟ اقري وانت تعرفي. بتدي كل حاجه حلوه في البلد الماسونيه، هو ده تفسيرها حضرتك. مش عايزه استقرار، مش عايزه دعم للحاجات الحلوه، مش عايزه الشباب يعيش في امان، مش عايزه مصر مستقره، مش عايزه جيش، مش عايزه قضاه، مش عايزه اي حاجه.